السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة تورتة مقاس 28 بمقادير سهلة وبسيطة، والتزيين بتاعها بسيط جدا. أي حد مبتدئ هيقدر إن هو ينفذها. معايا كيك نص فانيليا ونص شوكولاتة. نبدأ على طول بالمقادير. أول حاجة معايا دقيق سبونج جاهز. معايا ربع كيلو دقيق سبونج ما يعادل كوبايتين دقيق، ومعلقة صغيرة محسن جل، وثلاث بيضات، وفانيليا، وربع كوباية مية، ويستحسن لو مية ساقعة. هقلب المكونات دي كلها مع بعض الاول وهنخلطهم كويس، وبعد كده هحطهم في العجان. هفضل اضرب فيه من اول دقيقة في اول دقيقة كده على سرعة متوسطة، سرعة هادية. وبعد كده هبدأ ان انا اعلي السرعة، وبفضل اضرب حوالي من 7 ل10 دقايق كده لحد ما الاقي الخليط بتاعي اتضاعف وبقى شبه الكريمة كده، وكمان لونه بيفتح معايا، بيبقى لونه ابيض جدا زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى هكون محضرة صينية مقاس 28، دهنتها معلقة زيت وفرشتها بورق زبدة، وعليتها من الجناب كده بورق الزبدة علشان خاطر الكيك تعلى معايا. في نفس البولة برضو هعمل نص الشوكولاتة بنفس المقادير بالظبط، بس الاختلاف السبونج شوكولاتة. هنا كنت حطيت خليط الشوكولاتة في الصينية مع السبونج الفانيليا، وكنت مجهزة الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد معاكي من ساعة لساعة الا ربع على حسب الفرن بتاعك. انا هنا كنت مجهزة الكيك بتاعي من بالليل. لو انتي مستعجلة وهتعملي في نفس اليوم، يبقى تعملي الكيكة وتسيبيها ترتاح ساعتين لثلاث ساعات، وتبدأي انك تزيني فيها. انا هنا لما ارتاحت شلت الطبقة اللي فوق اللي على وش الكيك من فوق وسويتها. انا هنا ظبطت المنشار على رقم 9، عشان عايزة الطبقات تبقى عالية معايا. انا بحب استخدم المنشار عشان بيطلع الطبقات بتاعتي متساوية مع بعض، كل طبقة متساوية زي التانية. نجهز مع بعض كريمة الحشو بقى. معايا كوبايتين كريم شانتيه خام، ويا ريت يكون نوع الكريم الشانتيه نوع كويس. انا بستخدم كريمه المتحده، ومعلقتين كبار باستر كريم، وكوبايه سكر، وثلاث كوبايات ميه متلجه. هخلط المكونات دي كلها كويس مع بعض الاول، وبعد كده هشغل العجان. هضربهم كويس جدا لحد ما الخليط يتقل معايا ويتضاعف. انا هنا الكريمه بتاعتي خلصت وحجمها اتضاعف معايا وبقت متماسكه جدا معايا. اول حاجه هجيب القاعده بتاعه الكيك، واحط اول طبقه من طبقات الكيك، وهسقيها بالسيرب او الشربات الخفيف. وطبعا ما نكترش السيرب على الكيك، لان الكيكه بتاعتنا هشه وطريه جدا، فلو احنا كترناها هتعجن معانا. هبدا ان انا احشي الكيك بالكريمه، وهبدا ان انا اوزعها كويس جدا وافرد الكريمه كويس، مش هتاخد معانا اي وقت خالص. هساوي كل طبقة والتانية. طبعا كل طبقة كيك بحطها بحط عليها السيرب او الشربات اللي هو الخفيف، واحط طبقة كريمة. لو انت حابة بقى تحطي مثلا على الكريمة من فوق مثلا صوص شوكولاتة او مكسرات، او قطع شوكولاتة صغيرة زي ما انت حابة. دي حاجة ترجع لك يعني. انا هنا الكيكة بتاعتي كنت قسمتها على 3 طبقات، ودي اخر طبقة انا عملتها وجلستها بالكريمة. وبوزع الكريمة كويس جدا على التورتية من فوق ومن على الجناب. هاجي على الجناب كده بالسكرابر اللي هو المشرشر، هعمل بيه شكل حلو كده، حتى لو في خربوشة بسيطة في الجوانب. في جوانب التورتية مش فارقة معايا خالص، لانها هتتضرب الصوص اللي انا هنزل بيه. دخلت بقى التورته في التلاجة شوية عشان الكريمة تمسك مع بعضها. وبعد كده هقسم التورتايه، وهنزل بصوص الكراميل اللي انا جايباه جاهز مخففاه بحبه زيت، وحطيته في كيس حلواني وهعمل بيه دريبات كده. وبعد كده هجيب صوص الشوكولاته، عملناه مع بعض قبل كده، وهعمل بيه دريبات برضو زي صوص الكراميل، وهعمل بقى شكل روزيتات من صوص الكراميل.
طبعا حطاها في كيس حلواني، واي شكل بلبلة عندك كده اعملي بيها. وهكمل بقى بصوص الكراميل نص باقي التورتايه، ووزعتها زي ما انتوا شايفين. وهدخلها برضو التلاجة ترتاح شوية علشان الصوصات اللي انا حطيتها عليها تمسك على الكريمة كويس. وبعد كده طلعتها وعملت دريبات ورد كده بالكريمة. كنت حطيت على الكريمة اللي احنا عاملينها اللي هي البيضة دي صوص شوكولاتة عليها علشان تبقى مطعمة بصوص الشوكولاتة ولونها يبقى بني شوية. وهعمل دريبات صغيرة كده في التورتة من الجناب من تحت تديها شكل زي ما انتوا شايفين. وهكمل برضو بباقي صوص الشوكولاتة من فوق. هوزعها برضو كويس. انا هنا بوزعها بالمعلقة علشان اقدر ان انا اتحكم ما ينزلش مني ويبوظ شكل التورتيه من الجناب. انا هنا كان عندي بسكوت اللي هو اللوتس، ففرمته كان مفروم. حطيته على صوص الكراميل بيدي شكل كده. ونزلت ببسكوت اللي هو فلوتس اللي هو الصوابع، والشوكولاته الصغيره اللي هي الكور المدوره الصغيره دي. وحطيت شويه كريسبي شوكولاته بيضه عشان تديها شكل التزيين ده يعني زي ما تحبي. وكتبت بصوص الشوكولاته على التورته. وبكده التورتيه بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم. اللي اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك واشتراك للقناه عشان يتابع كل جديد.